غيرتوا كل اطراف المعادلة يا شعب المغرب. خلاص معادلة ميزان القوى في العالم اختلت على ايد المغرب وشعب المغرب العظيم والجيش المغربي. ولو لسه داخل الفيديو وبتسأل نفسك هو انا ليه بقول الكلام ده، يبقى لازم تقعد معايا دقيقة عشان تشوف بالصوت والصورة من هي القوى العظمى التي تحكم العالم الآن. وارفع راسك فوق قبل أي كلام، أنت مغربي وتمثل شعب المغرب وتعيش تحت حكم الراية المغربية وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشريفة حفظه الله، والتي أصبحت الآن قوة عظمى لا يستهان بها. وأقول لك الدليل، ما هو أنت النهاردة لما يكون جيش أقوى بلد في العالم وهو الجيش الأمريكي بيفقد منه 2 من الجنود، واللي بيقوم بالعثور على الجنديين هو القوات الخاصة المغربية. فاكرني بقول لك كلام، افرجك على فيديوهات وهتشوف المنظر كله ومشهد الإعلام الأمريكي والإعلام الفرنسي والإعلام الألماني وهو بيتحدث عن العملية اللي بتسمى عملية إعجازية وعملية بطولية تمت على يد رجال القوات الخاصة المغربية. وهنا بكن الشكر للقوات المسلحة الملكية المغربية واللي دايما وفي الفترة الأخيرة خاصة بنتفرج على بطولاتها وبطولات القوات الملكية الجوية المغربية. كان في تدريبات زي ما كلكم عارفين، وهفرجك صوت وصورة تدريبات الأسد الأفريقي. قبل ما اتكلم على انقاذ القوات المغربية للجنديين الامريكيين، حاب اقول ديما مغرب واتشرف ان اقولها، وكل واحد بيتفرج عليا يكتب ديما مغرب. قبل ما اتكلم احب اقول لك عن اعجازات وانجازات القوات المسلحة الملكية المغربية في تدريبات ومناورات الاسد الافريقي الذي كان يشارك فيها القوات المسلحة الامريكية والقوات المسلحة الفرنسية والايطالية. وعايز اقول لك ولا يخفى ولا يعتبر سرا على احد ان رجال القوات المسلحة المغربية سطروا بطولات باحرف من نور بهذه المناورات اشاد بيها قائد الاركان ورئيس الاركان الامريكي ورئيس الاركان الفرنسي والايطالي والبريطاني وكل المشاركين. واتقال كده بالنص، اتقال ان القوات المسلحة الملكية المغربية وخاصة رجال القوات الخاصة المغربية بيلعبوا في ليفل تاني وهو ما يسمى بليفل الوحش. فالنهاردة لما اكلمك عن اعجازات وبطولات للقوات الخاصة المغربية، فلما اكلمك ايضا على انقاذ بعض جنود امريكا، لما تربط الاتنين وتربط نفس الكلام مع كون الولايات المتحدة الأمريكية طلبت صراحة من المغرب إن هي والأمن المغربي إنه يقوم بحماية وتنظيم وتأمين كأس عالم 2026. على فكرة كأس العالم اللي هتتفرج عليه في 2026 في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لازم العالم يشكر عليه المغرب قبل ما يشكر عليه أي دولة من الدول المنظمة، لأن هي اللي أخذت على عاتقها وعلى عاتق الأمن المغربي إنهم يأمنوا مثل هذه التظاهرات. عشان كده بقول لك ديما مغرب ولوها الأعداء المغرب بتخليهم أقزام، بتقللهم، بتحرقهم. هي دي ديما مغرب، قولها من هنا للصبح. وتعالى نتفرج على بطولات القوات المسلحة الملكية المغربية. قالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا إن جنديين أمريكيين من المشاركين في مناورات الأسد الأفريقي 2026 فقدا في منطقة كاب درعا للتدريب التي تقع قرب مدينة طنطان المغربية. وأضافت أن القوات الأمريكية والمغربية وغيرها من القوات التابعة
لقيادة مناورة الأسد الأفريقي بدأت عملية بحث وإنقاذ منسقة في البر والجو والبحر، مبرزة أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق والبحث. إذن التفاصيل، نعود مرة أخرى إلى واشنطن مباشرة وإلى زميلنا الصحفي زياد الحر. إذن زياد، إلى الآن هل هناك معلومات ترد عن الأوساط العسكرية الأمريكية بشأن فقدان الجنديين الأمريكيين في المغرب؟ ما يدور من الحديث حتى الآن أن عملية التحقيق، كما أشار أنه تم فتح تحقيق في عملية اختفاء الجنديين في هذه المناورات العسكرية الدورية، إضافة إلى عمليات بحث موسعة تقوم بها سواء القوات الأمريكية أو القوات الدولية المشاركة في هذه العملية. حتى الآن لم يصدر أي جديد، يعني خلال أقل من 5 دقائق أو 5 دقائق الماضية ما يزال الأمر على ما هو عليه. اليوم بطبيعة الحال يوم الأحد حاولنا التواصل مع وزارة الحرب الأمريكية أو مع القيادة الأمريكية الأفريقية من أجل الوصول إلى معلومات. بعض المصادر أشارت إلى أن ما يتم التعامل معه الآن هو ليس عمل عدائي فيما يتعلق بالجنديين المختفيين، ولكن الأمر يتعلق بطبيعة التضاريس الموجودة في المنطقة، وأنه أشاروا ربما يكون أن الجنديين قد سقطا من أحد أو عن طريق جرف صخري، خصوصا أن المنطقة قريبة من البحر ويوجد فيها تيارات بحرية، ربما يكون قد سقطا في البحر أو ربما قد تاها في الصحراء بسبب تشابه التضاريس. كما يقولون هم يرون أنها منطقة قاسية بالنسبة للقوات العسكرية في عمليات التدريب، ولذلك هناك عمليات بحث واسعة. المصادر العسكرية أشارت إلى أنه ربما يكون هناك بيان خلال الساعات القادمة حول مصير الجنديين اللذان اختفيا في هذه العملية في 2 من مايو، أي قبل يومين من هذا، وأنه ربما بعد 72 ساعة من عملية الاختفاء تبدأ عمليات بحث أوسع بشكل كبير. لكن حتى هذه اللحظة المصادر تشير أنه ربما قد سقطا من أحد المنحدرات الصخرية الحادة أو أنهم سقطا في البحر في التيارات البحرية الموجودة. نعم، شكرا جزيلا لك زياد على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كان معنا مباشرة من واشنطن Are you guys? القيادة الأمريكية في أفريقيا فقدان جنديين أمريكيين من المشاركين في مناورات الأسد الأفريقي قرب منطقة للتدريب في المغرب. قلت لكم كم مرة ان الراية دي هي طوق النجاة. النهاردة بيتثبت كلامي بالدليل، بالصوت والصورة، بالفيديوهات. العالم كله النهاردة بيقول ان الراية دي طوق النجاة. واهدى معايا يا مغربي، اهدي يا مغربية، وهسمعك بالصوت والصورة وبالفيديوهات. وانا ليه بقول لك ان الراية دي هي طوق النجاة لكل واحد في ضيق. كلكم سمعتوا عن الجنود الامريكيين اللي اختفوا في مناورات اسد الافريقي، واللي المغرب ابهرت العالم كله بقوتها وقوة الجيش المغربي، اللي ناس كتير كانت تسمع لكن ما شافتش، لكن لما شافت عرفت. الخبر اللي انا جايبهولك النهارده بقى هو الخبر اللي بيخلي كل دول العالم دلوقتي في الوقت اللي انا بتكلم فيه، وبالذات شبكة CNN الإخبارية وكل قنوات الإعلام الأمريكي واللي بتتكلم عن أبطال المغرب، اللي هفهمك بالتفاصيل اللي نجحوا في مهمة بطولية ومهمة أسطورية
في انقاذ الجنود الامريكيين. بتقول ايه؟ بقول لك ايوه، زي ما بقول لك كده، المغرب تنجح في انقاذ الجنود الامريكيين الذي تم اختفائهم في مناورات الاسد الافريقي، زي ما بقول لك كده. وهتخش وهتشوف وهتستمتع. بس قبل ما تستمتع باي حاجه حابب اقول لك، انتوا النهارده بقيتوا حمايه للعالم. كلكم سمعتوا عن البيت الابيض لما نزل على صفحته الرسميه انه بيتم الاستعانه بقوات الامن المغربي والجيش المغربي والمخابرات المغربيه لتامين كاس العالم القادم. هتقول لي هي امريكا مش عارفه تامن كاس العالم فجايبه المغرب؟ هقول لك ايوه، هي دي الحقيقه. بس للاسف معانا ناس حقوديه حسوديه كتير بيكذبوا الكلام ده علشان بيرعبهم، بيخوفهم، بيقلقهم الحقيقه ان المغرب بقت تتفرد بالسياده والقوه في كل المجالات. في الاول كان بيتعبهم انهم بيتفوقوا على المجال الرياضي، فكانوا بيضحكوا على نفسهم ويقولوا وانتوا عارفينهم كويس ده في الكوره، ده في الرياضه. فطلعت المغرب بتتفوق في صناعه السيارات، وتتفوق في اكبر صفقات تصدير الغاز، وتتفوق في اكبر دوله يزورها واكبر وجهه سياحيه في العالم،